ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. واضح من الفيديو بتاع النهارده انه فيديو مختلف تماما عن الحاجات اللي بنزلها من حوالي سنة كده تقريبا. نزلت فيديو عن القطة ليلي اللي كانت موجودة عندي، وكان الفيديو ده جاب مشاهدات كتير قوي، وكان في اسئلة كتير تحت الفيديو ده. من ضمنهم سؤال انا نفسي كنت يعني بعاني منه وما بعرفش اتعامل مع القطط ازاي في اكلها وشربها. القطط ما بتحبش يعني الروتين في الاكل، وبتحب تاكل دايما فراخ ولحمه، والكلام ده ما ينفعش اليومين دول خالص خالص. فبدات اقعد افكر واجيب من على النت ازاي الطرق اللي انا اكل بيها او اعودها على الاكل اللي هو بناكله عادي في اليوم. بس برضو كانت يعني اللي هو ايه موضوع مش سهل خالص. تعالوا مع بعض النهارده هوريكم ازاي يعني بحضر لها الاكل بتاعها من غير ما يبقى فيه بذخ، او ان هو يبقى فيه لحمه او فراخ كتير او كبده وكده. دلوقتي انا كنت بعمل فرخه، فجبت الشوربه بتاعه الفراخ وقطعت فيه عيش، يعني عيش قطع كده صغيره، وبدات احط فيه. شايفين الكبده، كبده الفراخ انا محطتهاش كلها، انا حطيت نصها مثلا او حته بس، يعني كده تدي للعيش ريحه الكبده. ماشي. وبدات اهرسهم كويس، لان القطه اللي عندي دي هي عندها شهرين، فلسه برضو بيبي، مش بهرسهم خالص. بلاش حوار ان احنا نضرب في الكبه والكلام دوت، لان كده بنعودها دايما على الاكل السهل قوي، فيبقى مهروس بس مش 100%. وحطيته لها في الطبق بتاعي. هي اصلا كانت بصوا نايمالي في المطبخ من كتر ما بتلف حواليا عايزه تاكل، فبدات اصحيها واقول لها يلا الاكل جاهز. قامت بصوا يعني اللي هو يا دوب سمعت اسمها قامت على طول، لكن كانت مدروخه وعايزه تنام اكتر، فقامت اهي واتمطعت وهتيجي عمال تبص عند الاكل يعني. فانا رحت ايه قلت احط لها الاكل قدامها عشان تستوعب ان هي لسه يعني صحيت خلاص، مش لسه نايمه. فبصوا هي ايه، انا بوريها لكم وهي بتاكل، هي عادي خالص، حاسه ان هو تقريبا يعني ريحه الكبده باينه في الاكل فحبت الاكل، وهو عباره عن اكتريته اصلا عيش وشوربه. وبرضو احيانا نحط للقطط عيش وشوربه بس، ريحه الشوربه بتبقى حلوه برضو، فايه بيبداوا ياكلوا فيها. لكن كانت القطه اللي عندي دي يعني الموجوده حاليا دي انفه برضو شويه، فما تحبش تاكل اي حاجه. فده كده من الحاجات. وساعات برضو اعمل لها بطاطس وهرس لها فيه، يعني اشعر لها كده من الفراخ او حاجه، فتاكل وما تحسش باي تغيير ولا حاجه. وبعد كده برضو عشان ايه تتعود وما تبقاش الموضوع مكلف ومتعب يعني. بعدها هي خلصت اكل وقعدت تلعب، فحبيت اصور لكم حبه من اللعب بتاعها والشقاوه بتاعتها. هي عملت دماغ كده وزي الفل، كانت مزقططه بصراحه خالص ومبسوطه وكلت وشبعت والحمد لله. فدايما كده بلاش تعودوا القطط، عشان انا كنت بعاني من القطه اللي عندي كانت قبل دي. بصوا بيض فراخ لحمه سمك، ما كانتش بترضى تاكل حاجه غير دي، بطاطس لا، اي حاجه لا. فعشان انا عودتها غلط، فحاولوا كده تعودوا القطط من وهي صغيره على الحاجه اللي هي ايه تريحكم بعد كده. يلا لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واي سؤال انا معاكم في اي وقت. الناس اللي عندها هوايه تربيه القطط، ويعني شكرا جدا ليكم على مشاهدتكم لينا.